في قلب المدينة بنشوف راجل طيب اسمه ليفون، مش عايش في شقة ولا حتى أوضة صغيرة، ده ساكن في عربيته اللي بالنسبة له مش مجرد وسيلة مواصلات، دي تبقى بيته وسكنه وكل حاجة بالنسبة له، واللي كان راكن بيها قدام موقع بناء، وهناك بيكون هو القائد، الراجل اللي الكل بيسمع كلامه وبيحترمه، رئيس العمال اللي بجد اللي محدش بيحس معاه إنه موظف، وكل واحد من العمال بيشوفه أخ كبير ليه، وده طبعا عشان بيشجعهم دايما وبيلمهم حواليه كأنهم فعلا عيلة واحدة. وبالمناسبة الشركة اللي مشغلاهم دي تبقى اسمها جارسيا. وفي نص اليوم ليفون بيسيب الموقع وبيروح على المقر الرئيسي للشركة، وهناك الأمور مش مجرد شغل وشركة، ده كأنه داخل بيته التاني بالظبط. وهناك بقى بنشوف جو رئيس الشركة بيعامله كأنه فرد من العيلة، ودي بقى تبقى جيني بنت جو، بنت متدلعة كده وشقية، داخلة على أبوها بطلب تقيل، وهو إنها كانت عايزة مبلغ كبير علشان تحضر حفلة مع صحابها. وجو ساعتها بيتفاجئ وبيسألها هو أنت هتتجوزي من غير ما تقولي لنا ولا إيه؟ وساعتها بتضحك وبترد عليه ده مبلغ كده بس علشان خلصت أول ترم في الكلية. ومراته كارلا بتضحك هي كمان وبتقول له اديها يا راجل الفلوس دي بنتنا الوحيدة ولازم تفرح شوية. لكن جو العيلة ده بقى بيتقلب فجأة لما ليفون بيشوف عربية غريبة داخل الموقع، وإحساسه ساعتها بيقول إن في حاجة مش مظبوطة، ولما بيجري علشان يشوف في إيه بيلاقي مشهد صعب جدا، وهو إن شوية بلطجية محاوطين عامل من العمال باين عليه كده عليه فلوس ليهم وما دفعهاش. لكن طبعا ليفون ما بيسكتش، بيتحرك بسرعة وبيتدخل بحسم وبيوقفهم عند حدهم. طريقة تدخله في الموضوع كده فيها ذكاء وقوة بتخلي اللي قدامه يفهم إن اللعب هنا ممنوع، والرجالة فعلا بيخافوا وبيطلعوا يجروا وبيسيبوا المكان وبيمشوا من غير ولا كلمة. والعامل ساعتها بيشكره وبيروح يكمل شغله عادي. لكن الموقف مخلصش هنا، جيني ساعتها بتقرب من ليفون وبتشكره بنفسها وبتقول له انا نفسي تعلمني شويه من الحركات اللي اتعلمتها كده في الجيش، انا خلي بالك جدي وراني شويه حاجات زمان بس واضح كده انك متمرس اكتر منه. بتدي له كمان اكل من اللي جدتها طبخته، ولما بيرفض بتبتسم وبتقول له لو ما خدتهوش هتفضل طول عمرك عايش على التونه اللي ما بتغيرهاش دي. وساعتها بيبص لها وبيقول لها ان محدش يعرف حاجه من اللي حصلت النهارده، انا ما بحبش المشاكل. وساعتها جيني بتطمنه وبتقول له ما تقلقش سرك في بير. بعدها ليفون بيروح على بيت حماه اللي بالمناسبه اسمه الدكتور روز، راجل كده صعب الطباع وعلاقته بليفون مش احسن حاجه. وهناك بيكتشف ان بنته ميري عندها حفله جدها عملها لها وعزم كل اصحابها، وده للاسف في نفس ميعاد زيارته ليها. وساعتها ليفون بيحس انه متعمد يشغل البنت عنه، يفضل يرمي له كلام زي السم كانه مستني منه غلطه. لكن ليفون رغم الضيق اللي جواه بيبلع الكلام وبيمشي وبيروح يركب عربيته. وساعتها بقى بتطلع له ميري وبتشوف التعب اللي في عينه وبتقول له انها جعانه، ده طبعا مش عشان الاكل ولا حاجه، دي علشان تعيش معاه اللحظه وتخفف عنه. وبعد اللي حصل ليفون بياخد بنته وبيروحوا يتغدوا في مطعم وسط المدينة، وفجأة بيطلع هدية من جيبه صغيرة لكن مليانة وجع وحنين، صورة لميري وهي صغيرة في حضن أمها. والبنت ساعتها بتمسك الصورة وهي زعلانة وبتقول له أنا كنت هنسى شكلها، جده شايل كل صورها وكأنها ما كانتش موجودة. وبتكمل كلامها معاه إنها زعلانة جدا إنها سابتنا وماتت كده. بعد كده ليفون بيتحرك على المحامي بتاعه وبيشكي له من اللي حماه عمله معاه، والمحامي ساعتها بيقول له الحقيقة المرة، هو إنه بيستفزك علشان تمد إيدك عليه، وأول ما تضربه ياخد الحضانة من غير نقاش. وبيقول له كمان خلي بالك ده كمان رفع قضية انك بتعاني من اضطرابات نفسية من بعد الحروب الكتيرة اللي شاركت فيها، وانك بقيت يعتبر خطر على بنتك. واخر حاجة بيقولها له انهم عايزين يقللوا ميعاد الزيارة، بدل ساعتين كل اسبوع بقت ساعة واحدة بس كل اسبوعين. لكن ليفون ساعتها بيقول له انه محوش 10000 دولار ومستعد يدفعهم في القضية. لكن المحامي برضه بيقول له الفلوس مش كفاية، انت عايش في عربية والمحكمة مش هتعديها لك. وساعتها المحامي بيستغرب وبيسأله هو حماك بيكرهك كده ليه؟ وليفون بيقول له بصوت مخنوق هو فاكرني اني السبب في موت بنته، بس بيقول له هي اللي انتحرت، وده لما كان في الحرب زمان، وهي اصلا كانت مريضه بالاكتئاب من قبلها. وعلشان يوفر فلوس المحامي ليفون بيسيب عربيته وبيروح يقعد في شقه متهالكه ما فيهاش غير الحيطان والبهدله. وفي الناحيه التانيه بنشوف جيني بتروح الكازينو مع صاحبتها، وهناك في واحد اسمه فايبر كان بيراقبهم بالكاميرا ومعاه واحده، وبيقول لها ان رئيسه طلب بنت مميزه وهيكسبوا من وراها ذهب لو خطفوها. بعد كده جيني وصاحبتها بيروحوا البار وبيشربوا لحد ما واحده منهم بتتعب فبتوديها الحمام، وهناك فايبر بينتهز الفرصه وبيخدر جيني وبيخطفها من الباب الخلفي. تاني يوم بقى ليفون بيكون في الشغل وبيوصل له خبر من جو ان بنته ما رجعتش من الحفله، وانهم بلغوا الشرطه بس مفيش امل، وكمان بيترجوه وبيطلبوا منه انهم يساعدوا لانهم كانوا عارفين انه كان في القوات الخاصه، وبيعرضوا كمان عليه فلوس كتير قوي. بس ليفون طبعا بيرفض وبيسيبهم ويمشي. وفي الوقت ده بيروح لصاحبه جوني اللي كان معاه في الجيش وابتدى يساله عن البنت اللي عايز ينقذها، واول ما عرف ان اسمها جيني وانها بنت صاحب الشركه اللي شغال فيها بيفهم على طول ان دي مهمه تقيله وبيشجعه، وبيقول له كمان ربنا يعين اللي هيقع في طريقك يا صاحبي. وتاني يوم ليفون بيروح بيت جو بيلاقيه قاعد بيتفرج على فيديوهات قديمه لجيني وهي بتعزف، وحكى له كمان انها كانت جايه لها منحه من معهد الموسيقى لكنها رفضتها علشان تساعد ابوها. وليفون ساعتها بيوعده انها هترجع وهترجع سليمه، وقال له كمان انها زي بنتي واكتر كمان. بعد كده بيبتدي
بيبتدي التحري وبيروح للبار اللي اختفت فيه جيني، وهناك بيلاقي جوني بيبيع مخدرات، فبيشك على طول ان له علاقه بالموضوع، وبيلاحظ ان سلك الكاميرا الخلفيه متقطع وخرزه من لبس جيني وقع عند الباب، وعلى طول بيركب جهاز تتبع لعربيه جوني وبيمشي وراه لحد ما بيوصل له، وساعتها بيلاقيه قاعد يشرب ومش مجمع اي حاجه، وعلى طول هدده وساله عن جيني، وجوني ساعتها بيقول انه بلغ الشرطه وما يعرفش حاجه تاني، لكن طبعا ليفون ما بيصدقهوش وبيبدا يعذبه، وساعتها جوني بينهار وبيقول له ان اللي خطفوها ناس خطر ممكن يقتلوا اي حد، وفي لحظه صحاب جوني يوصلوا بس بدل ما ينقذوه يخلصوا عليه، ليفون بيتعامل معاهم بيصفيهم واحد ورا التاني وبياخد كمان الفلوس اللي معاهم، وبيلاحظ وشم على صدورهم وبيعرف وقتها انه دخل في سكه المافيا الروسيه. وبعد كده بنشوف في مكان تاني جيني لسه عايشه وندمانه على اليوم اللي راحت فيه الحفله. بعد كده بنشوف ليفون بيكمل التحري وبيلاقي شخص غريب نازل من عربيه راكنه، شكله واضح كده انه الرئيس الحقيقي اللي ورا المخدرات، بالمناسبه كان اسمه فلاديمير، واللي بيطلع لبيت جوني وبيكتشف انه مات هو واصحابه، وساعتها كان هيموت من الغيظ بسبب ان الفلوس كلها اللي مع جوني اتسرقت. بعد كده بينزل من البيت ووراه طبعا ليفون علشان يقدر يعرف مكان بيته، وساعتها بنشوفه بيقدر يتابع اللي بيحصل جوه بالكاميرا اللي معاه، فبيشوفه وهو بيضرب واحده، ولما بتسيبه وتمشي ليفون بيستغل الفرصه وبيهجم عليه وبيرمي القهوه في وشه وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيغمى عليه. بعد كده بيربطه على كرسي عند حمام السباحه وبيقول له بهدوء لو صوتك ما عجبنيش هضطر اغرقك في الميه، وفلاديمير ساعتها بيقول له انت مش عارف انت بتكلم مين، وليفون بيرد عليه وبيقول له انه عارف اكتر مما تتخيل، انت من المافيا الروسيه بس انا مش جاي اسرقك ولا اخد منك حاجه، انا جاي بس علشان بنت اسمها جيني. فلاديمير ساعتها بيتعصب وبيتكلم روسي عن شخص اسمه ديمي، وليفون ما بيفهمش منه اي حاجه بس بيقول له سلمني البنت وانا خليك تعيش. فلاديمير طبعا ساعتها بيضحك وبيشتمه، بيرد عليه ليفون على طول من غير اي تردد ولا تفكير بقطع الحبل وبيغرقه في حمام السباحه. بعد كده بنشوف الولدين اللي كانوا مع فلاديمير الله يرحمه ومعاهم ابوهم من راس الكبيره في المافيا واللي كان اسمه سايمون. ساعتها بنعرف ان ديفي اللي بيدور عليه ليفون بيبقى ابن الرئيس اللي مات، وساعتها بيقول لهم انهم لازم يجيبوا الشخص اللي عمل كده وحالا. بعد كده بنشوف ليفون بقى عنده كل المعلومات تقريبا عن ديمي وقدر يفهم كل التفاصيل اللي ليها علاقه بالمافيا الروسيه، وقرر يتواصل مع صاحبه القديم اللي كان معاه في الجيش واللي بقى دلوقتي شغال في مكافحه المخدرات، لان ليفون كان محتاج معلومه واحده بس تقدر توصله لجيني، لانه عارف ان المافيا الروسيه مش هتكون سهله خالص في التعامل معاها ولا حتى مع شخص زي ديمي. وصاحبه ساعتها اللي في قسم مكافحه المخدرات عرفه ان ديمي ده من المافيا الروسيه وعندهم حانه اسمها هايتس بيبيعوا فيها المخدرات من نوع المس، وساعتها ليفون قرر انه لازم يروح المكان ده علشان يتاكد اذا كان عندهم اي معلومه عن جيني، لانه كان عارف ان كل الطرق هتبدا من الحانه دي. طبعا دخل ليفون الحانه وهو متخفي وابتدى يتابع المكان من بعيد، كان عارف ان ديمن هتراقب المكان بالكاميرا، وهي فعلا اول لما شافت ليفون دخل المكان وهو لافت نظرها شكله كده مش شخص عادي، وساعتها قالت لدوجي اللي شغال معاها انه يروح له ويشوف الكلام على ايه، وليفون اول ما بيروح عليه دوجي بيوري له رزمه فلوس كبيره، وساعتها بيفهم هو عايز ايه وبيوصله على طول لرئيسه المباشر اللي كان اسمه دوج علشان يتاكدوا من نواياه. ولما شافوا دوج لاحظ ان معاه مسدس فساله ايه لازمه المسدس اللي معاك ده، لكن ليفون بكل هدوء قال له ان السلاح ده لحمايه نفسي، معايا فلوس كتير ومش عايز مشاكل. لكن دوج طبعا ما اقتنعش بسهوله وطلب منه انه يفتش نفسه ويطلع كل اللي في جيوبه. لكن هنا بقى بدات المشكله، ليفون كان حذر جدا وما كانش ناوي يسلم حاجه بسهوله، فبدات المعركه العنيفه اللي ليفون فيها كان اقوى منهم بكتير وكان اسرع في التحركات، وفعلا نجح في هزيمه كل رجال دوج واحد ورا التاني. لكن دوج اتدخل في الوقت المناسب قبل ما ليفون يخلص عليهم كلهم، قال له انت شكلك كده كنت في الجيش صح، وبدا يعرفه بنفسه اكتر ويقول له على فكره انا كنت طيار معاكم في الحرب زمان، وابتدى يثق فيه في الكلام شويتين. وساعتها ليفون بيقول له انه محتاج مخدرات ضروري لان التاجر اللي بيجيب منه اتمسك وهو محتاج البضاعه دي حالا. وساعتها دوج بيوافق وبيعرفه ان مكان التسليم مش هنا وانه بيكون في كافيه وبيديله عنوانه وبيقول له يبقى موجود الساعه 7 ومعاه الفلوس، وساعتها هتاخد المخدرات اللي انت عايزها. وفعلا تاني يوم بيروح في الميعاد وبيلاقي ديمن ودوجي قاعدين مستنيين، وعلى طول بياخدوا منه الفلوس وبيرموا له التليفون وبيقولوا له ان حد هيكلمه ويقول له على مكان المخدرات. وفعلا وهو راجع بعربيته دوجي بيكلمه في التليفون وبيقول له ان المخدرات تحت الكرسي بتاعه، وبيقول له كمان انه هيكلمه تاني علشان لو عجبه الصنف ده هيبقى فيه شغل حلو قوي ما بينهم. وتاني يوم بالليل بنشوف فايبر واخته واخدين جيني لعميل مهم جدا كان شاف جيني وعجبته، لكن قبل ما يلمسها جيني بتقدر تعوره بالسكينه في وشه، وساعتها بيأمر فايبر انه ياخدوها حالا من عنده ويقتلوها. بعد كده بنشوف ليفون وهو بيكلم دوج وبيعرفه ان المخدرات تمام وعجبت كل العملاء وانه كمان قرر انه يتعامل معاهم بعد كده. وساعتها دوج بيبعت له رساله فيها المكان اللي هيقابل فيها الرئيس بتاعه وبيأكد عليه انه لازم يجي لابس بدله، وفعلا بيروح ليفون على المكان وهو لابس البدله، وهناك بيشوف دوج ورئيسه ديمي، وديمي بيديله
شنطه مليانه مخدرات وبيقول له خلص انت بس البضاعه دي وانا هديلك اكتر منها المره الجايه، وبيضطر فعلا ياخدها ليفون علشان محدش يشك فيه، وبعد كده بيتخلص منها هو بعد ما بيمشي. وبعد ما رجع ليفون للشقه اللي كان مأجرها قرر يفتح تليفون جوني اللي لقى عنده دليل كبير جدا، وهو ان جوني كان على تواصل مع فايبر، وده اكد له ان فايبر هو اللي خطف جيني. وليفون بدأ يشك في كل حاجه ساعتها حواليه، وفتح الصور اللي على تليفون جوني واتأكد ان المكان اللي كانوا متصورين فيه هو نفس الحانه اللي اسمها هايتس، وساعتها قرر انه لازم يروح الحانه دي علشان يتأكد من كل شيء بنفسه. ولما وصل بدأ يراقب المكان كويس وكان بيدور على فايبر، لكن ديمن طبعا كانت بره وبتراقب المكان بالكاميرات، وشافت ليفون وهو داخل وبدأت تبلغ دانيال وفالكو اللي هما اولاد سايمون. وساعتها هما الاتنين قرروا يروحوا عليه عشان يعرفوا هو جاي يعمل ايه في المكان ده، لكن ليفون كان اسرع منهم بكتير فقرر يهرب ويستعير موتوسيكل وبدأ يهرب منهم في شوارع المدينة. وفي الناحية التانية دانيال وفالكو كانوا بيركبوا عربياتهم ورا ليفون، وكان في مطاردة عنيفة ما بينهم، لكن ليفون حاول بكل قوته انه يهرب منهم، لكن في الاخر اصطدم بعربية شرطة كانت جاية في الطريق. وفي اللحظة دي اكتشف ان الشرطة دول فاسدين زي المافيا بالظبط وبيسلموا ليهم. في الوقت ده بدأوا يسألوه انت تعرف ديمي منين وايه علاقتك بيه، بس ليفون طبعا ما كانش مهتم خالص بكلامهم، وقعد يتريق على منظر البدل اللي هم لابسينهم، وده اللي خلاهم يتعصبوا ويبقوا عايزين يكتفوه ويودوهم لابوهم سايمون. لكن ليفون بكل سهوله بيقدر يتعامل معاهم، وفي الاخر بيقتلهم هما الاتنين وبيرميهم في الميه. بعد كده بنشوف سايمون طبعا مصدوم وغضبان من اللي حصل لعياله، وفورا بيعمل اجتماع عاجل مع افراد المافيا الروسيه، واثناء الاجتماع بيقول لهم اللي عمل كده اكيد مش بني ادم طبيعي، وده اللي استفز واحد من افراد المافيا وخلاه ينادي على اهم اتنين من رجالته ويأمرهم بانهم يعرفوا له مكان ديمي حالا، لان اكيد ديمي هيقدر يوصلهم بالشخص اللي عمل كده. وفعلا بيقدروا يوصلوا للمكان اللي فيه ديمي وبيطربقوه فوق دماغه. وفي الوقت ده بيدخل سايمون وبيعرفه ان الشخص ده كان سبب في موت ابوه وعياله الاتنين، وساعتها ديمي بيقول له انه ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، لكن لما شاف صورته ديمي على طول بيقول له انه يعرفه واتعامل معاه في تجاره المخدرات، وساعتها بيوري له رخصته اللي كان واخدها منه اول مقابله ليهم، ومن خلالها بيقدروا يجيبوا كل المعلومات عن ليفون وعيلته بالكامل. واول شخص بيوصلوا له كان حماه دكتور روس. وفي الوقت ده بيجي مكالمه على تليفون ليفون من المدرسه بتاعت بنته، وبيقولوا له فيها ان لحد دلوقتي ما حدش جه ياخد البنت. على طول بيطلع على المدرسه وبياخد بنته ويمشي، وفي الطريق بيسالها ازاي يعني جدك كل ده ما بيجيش ياخدك من المدرسه، فقالت له انه ده اول مره يتاخر، وان هي كمان مستغربه علشان كلمته كذا مره وهو مش بيرد. ومن خلال مشاركه الموقع اللي ما بينهم بيقدروا يعرفوا انه موجود في البيت دلوقتي. وفعلا بيتحركوا على البيت، لكن للاسف البيت كله كان متحوط بالنار، وليفون ساعتها بيجري وبينقذه من البيت وفعلا بينجح في كده. وحماه ساعتها بيعرفه ان المافيا الروسيه كانت هنا وبيدوروا عليه، وليفون بيقول له انت لازم بس تروح المستشفى عشان تظبط كل الجروح دي، وانا هاخد ميري لمكان تاني امن من هنا بكتير. بعدها بنشوف ليفون ركب العربيه وبنته ميري وراح عند صاحبه جوني، قعد معاه وقال له على كل اللي حصل، وقال له كمان ان ديمي اكيد عارف مكان جيني وانه لازم يروح وينقذها. وساعتها جوني بياخده المخزن الاسلحه بتاعه وبيقول له ده اللي اقدر اعمله معاك يا صاحبي، نقي اللي انت عايزه براحتك. وفعلا اخد كل الاسلحه اللي تلزمه وطلع ودع ميري وقال لها خلي بالك من نفسك، ووعدها كمان انه مش هيتاخر عليها. وبعديها راح ودع جوني وقال له خلي بالك من بنتي لو حصل لي اي حاجه. وفي نفس الوقت فايبر وحبيبته كانوا واخدين جيني في العربيه ورايحين بيها لمكان بعيد علشان يقتلوها، لكن جيني برضه مش سهله، حاولت تضرب فيهم برجليها لحد ما بيتوتروا والعربيه بتخبط في شجره. وبسرعه جيني بتستغل الموقف وبتطلع تجري في وسط الغابه، واخيرا بتطلع على اول الطريق علشان تلاقي عربيه شرطه وتوقفها وتستنجد بيها، وفعلا بيركبوها العربيه وبياخدوها معاهم. لكن للاسف بتتفاجئ جيني بيهم انهم داخلين لمكان العصابه مره تانية، وهناك بقى بتلاقي فايبر واخته مستنيينها. وفي الوقت ده بقى قرروا انهم لازم يقتلوها فورا، لكن بتيجي مكالمه لفايبر في الوقت ده من العميل التقيل، وقال له فيها انه عايز جيني حيه ومستعد يدفع فيها لحد $1,000,000، فاضطر ساعتها انه يسيبها حيه وما يقتلهاش. وفي الناحيه التانية بنشوف ليفون وهو عند المكان اللي فيه ديمي اللي كان ساعتها بيتخانق مع واحده قاعده معاه، وبيقدر انه يتغلب على كل الرجاله اللي بتحمي المكان وبتحمي ديمي، وده اللي خلى ديمي يهدده انه هيقتل البنت اللي معاه لو ما نزلش المسدس. لكن قبل ما بيخلص كلمته بيجيله طلقه في نص كفه وبيتخرم ايده على طول، وساعتها بيقول له لو سلمتني جيني ممكن اسيبك تعيش. وديمي ساعتها بيستغرب وبيقول له انت عامل كل ده علشان بنت، وكان رد ليفون انها غاليه عليه حبتين، وبياخده معاه في العربيه علشان يعرف المكان اللي موجوده فيه. وفي الطريق بيوري له صوره الشخص اللي مع جوني، فقال له ده فايبر، وان فايبر ده المساعد بتاعه هو واخته. ولما ساله اشمعنى جيني بالذات اللي اخترتوها رد عليه وقال له انا اصلا ماليش دعوه، مش انا اللي بختار، وان كل الحكايه ان فايبر بيروح للحانه وبيصور كل البنات الحلوه اللي موجوده هناك، بعد كده بيبعت الصور للزباين التقيله وهما بقى اللي بيختاروا. لكن ليفون ساعتها كان مستغرب قوي من بروده وبيقول له انت ازاي بتعمل كده
كده وكأن الموضوع عادي، وكان رده عليه ساعتها بكل بساطة عشان الفلوس، ولو ما عملش كده غيره هيعمل. لكن ليفون ما استحملش كلامه وقتله على طول من غير ما يفكر. بعد كده بيلم العدة بتاعته وبيطلع يهجم على المزرعة، وبيقدر انه يتخلص من الحراس اللي بره بمسدس كاتم للصوت. وفي الوقت ده دوجي بيعرف ان ليفون قدر يوصل لديمي وقتل كل رجالته، وهو دلوقتي في طريقه للمزرعة، فعلى طول بيجهز رجالته وبيطلع على هناك. وفي الناحية التانية بنشوف فايبر واخته واخدين جيني لمكان وبيربطوها هناك علشان يقدموها للزبون التقيل اللي عورته قبل كده. لكن قبل ما الزبون يلمس شعره منها ليفون بيظهر وبيرمي قنبله بره بتشتت كل اللي موجودين، وبيقدر انه يتخلص من اي حد بيقف في طريقه. وفي الوقت ده كان وصل دوج هو ورجالته للمكان، لكن برضه ليفون قدر يتخلص منهم واحد ورا التاني لحد ما وصل لدوج وقدر يتخلص منه بالسكين. وساعتها بقى بيسمع صوت جيني وعلى طول بيتحرك للمكان اللي هي فيه، وعلى طول بيقتل الزبون اللي موجود. اما فايبر بقى ففضل يضرب فيه لحد ما عدمه العافيه، وفي الاخر موته برضه. وساعتها بيفك الكلبشات اللي في ايد جيني وبياخدها وبيهرب على موتوسيكل، وده طبعا بعد ما خلص عليهم كلهم بواحده من القنابل اللي معاه. لكن اثناء هروبهم بقى بيشوفهم سايمون وهو متغاظ، وساعتها بيكلم واحد من افراد المافيا الروسيه، وكان الرد عليه ان احنا ملناش دعوه بالبنت دي خالص ومش عايزين مشاكل، وبيقول له كمان وبيحذره انه لو قرب منه هو اللي هيقف له. وطبعا سايمون ساعتها كان هيموت من القهره ومن الغيظ. بعد كده بنشوف ليفون وجيني وهم داخلين على البيت، واهلها ساعتها ما كانوش مصدقين نفسهم من الفرحه وبيشكروه على اللي عمله معاها. وفي النهايه بيرجع ليفون لبنته اللي كانت وحشاه وبياخدها في حضنه وبيقول لها انه مستحيل يبعد عنها تاني. ومن هنا بتكون نهايه قصه فيلمنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في التعليقات، واشوفكم على خير الفيلم الجاي. تصبحوا على خير.